هنشوف مكون جديد اللي هي الاضافات. يعني ايه اضافات؟ بيقول لك الادمكستشر هي materials other than aggregate cementitious materials water reinforcement. يبقى اي ماده غير الاربعه دول: الركام والمواد الاسمنتيه والميه واي تسليح موجود عندي في بحطها ليه؟ to modify or enhance concrete fresh and hardening properties، عشان يحسن خواص الخرسانه وهي طازجه، يعني لسه ما اتصلدتش وهي متصلده. يبقى انا عندي مكونات الاساسيه للخرسانه هم الركام عباره عن رمل وزلط والميه والمواد الاسمنتيه. خلاص، دول الثلاثه الاساسيين. حطيت انا بعد كده اضافات، دي بسميها اضافات تانية. ليه بحطها؟ يا اما الخواص اللي موجوده دي عاوز احسن منها، ازود المقاومه، هي في مقاومه بس هزودها، يا اما احط خواص جديده ما كانتش اساسا في الخرسانه وانا ضفتها للخرسانه. بتعمل ايه الاضافات دي بقى؟ ليها اما تاثير كيميائي يا اما تاثير فيزيائي. معظم الاضافات دي عباره عن عن مخلفات العمليات الصناعيه، فبتبقى اما اضافات كيميائيه او اضافات معدنيه. المخلفات الصناعيه دي انا لما بتخلص منها بطريقه امنه وكمان بستفاد منها في الخرسانه، يبقى دي حاجه بتفيد بتفيد البيئه وبتساعدني ان انا احقق حاجه اسمها الاستدامه او السستينابيلتي، ان الماده ما تضيعش ما تضيعش في الفاضي كده، ان انا استفاد منها بطريقه امنه. في نفس الوقت بقلل التاثير الكربوني بتاع العمليات الصناعيه اللي انا بعملها. اشكال الاضافات دي بقى؟ اما الاضافات دي بتجيلي على هيئه مسحوق بودر جاف. لو تفتكروا كان الجبس اللي كنا بنحطه على الاسمنت وهو بيتصنع بيعتبر اضافه. بعد ما الاسمنت يتصنع خلاص ضفت عليه حاجه اللي هي الجبس، كنت ممكن اضيف اي اضافه تانية، صح؟ كانت اضافات بودر وبتطحن مع مع الكلينكر بتاع الاسمنت. وممكن اضيف الاضافه دي اثناء خلط اثناء خلط الخرسانه. فبيبقى عندي اكياس صغيره من البودر دي تبقى وزنها نص كيلو على قد استخدامي. ممكن لو عندك مشروع كبير شويه تجيب اكياس اكبر، 5 كيلو 10 كيلو. يبقى البودر بيتباع في في اكياس اما ورقيه او بلاستيكيه. الصوره الثانيه اللي بتجيلي هو صوره سائله، والاضافات السائله دي هتلاقيها في ازايز صغيره لتر 2 لتر، بعد كده جيركن كبير شويه 5 لتر، ممكن توصل بقى لبرميل مثلا 200 لتر او 300 لتر. بعد كده عندك تانك الابيض ده 1 متر مكعب يعني 1000 لتر. ممكن بعد كده بقى الخزانات بتاعه العربيات ممكن تبقى مليانه اضافات، فحسب الكميه اللي انت محتاجها بيجي لك الاضافه في الوعاء المناسب ليها. والاضافات السائله دي انت بتضيفها على على الميه بتاعتك اللي هو المكون السائل في الخرسانه. يبقى اذا كانت البودر بتاعك ممكن تضيفه على الاسمنت وهو بودر معايا، او ممكن تضيفه على الخرسانه بتحله بميه الاول وبعد كده تضيفه على ميه الخلط بتاعتك، او اذا جاي لك بصوره سائله جاهزه يبقى تضيفه على طول على ميه على ميه الخلط. الجرعه الموصى بيها بقى هتحط قد ايه من الاضافات دي؟ الاضافات بتتحط بنسبه قليله جدا، بتتحط نسبه من المواد الاسمنتيه. يبقى انا هحط نسبه من من الاسمنت، مثلا 3% من الاسمنت. يبقى شوف وزن الاسمنت عندي في الخلطه هحطه كام؟ 100 كيلو. يبقى انا هحط 3% منها، يعني هحط 3 كيلو بس. مصنع جايب لي اضافه اكيد هيبقى معاها داتا شيت او الاضافه دي بتعمل ايه. يبقى لازم اقرا كويس الداتا اللي جايه مع اي اضافه عندي. هيقول لي هي بتستخدم في ايه، هي مكونه من ايه الاختبارات اللي عملوها على الاضافه دي ونجحت، الاختبارات اللي انت ممكن تعملها وتطلع في الرينج، المفروض تطلع في الرينج ده عشان تقدر تستخدمها وتعرف ان هي صالحه، تاريخ انتاجه امتى، تاريخ صلاحيته لحد امتى، صح؟ يبقى لازم اقرا الحاجات دي كلها او البيانات دي في
في الداتا شيت بتاعي. من اهم بيان موجود هي الجرعه الموصى بها من الايه؟ من المصنع نفسه. فبيقول لي مثلا ايه؟ من 0.8 ل 2.4% من وزن البلندر او الاسمنت. يبقى البلندر الماده الرابطه، ايه اللي بيربط بين مكونات الخرسانه؟ المواد الاسمنتيه يعني. فبيقول لي حطها ما بين الايه؟ الرينج ده من 8% ل 2.4%. لكن الرينج ده مش ملزم، يعني انت ممكن عاوز خصائص تحسنها اكتر، فعاوز تطلع تزود كمان عن الرينج ده، ممكن؟ ممكن. يبقى الحكم عندك هو الاداء او البرفورمانس بتاع الاضافه دي، انت عاوزه في النهايه قد ايه؟ تعمل تجاربك وتشوف الجرعه المناسبه من الاضافه دي. يبقى الرينج ده هو بيوصيك، بيقول لك انت ممكن تحطه في الرينج ده، من الرينج ده للرينج ده، لكن انت محتاج قد ايه بالظبط دي بقى المهندس هو اللي ايه؟ اللي بيحدد. ممكن بدل ما يديها لك نسبه في الميه من الاسمنت كده، يديها لك بالكيلو او باللتر. فلو عندك الاضافه سائله، هيقول لك حط مثلا من 0.18 ل 0.88 لتر بير 100 كيلو جرام اسمنت. يبقى لو عندي 100 كيلو جرام اسمنت محتاج قدامهم كام؟ الرينج ده من الايه؟ من الاضافات باللتر او بالملي لتر. لو مديك الاضافات بودر هيدي لك ايه؟ اضافات بالكيلو جرام لكل 100 كيلو جرام اسمنت. في اشتراطات عامه عشان استخدم الاضافات دي. اول حاجه قلنا في الداتا شيت بتاعي مكتوب فيها ايه؟ طريقه الاستخدام. هو بيقول لي ضيفها على ميه الخلط، بيقول لي لا ضيفها وهي بودر وخلطها مع المكونات الجافه بتاعتك مع الرمل والزلط الاول، وبعد كده ضيف الميه. طريقه تخزين الاضافه دي، حطها مثلا في درجه حراره كذا عشان تحافظ عليها، حطها مثلا في وعاء كذا عشان تحافظ. يبقى الاشتراطات دي كلها لازم ايه؟ اقراها كويس حسب نوع الاضافه الداتا شيت اللي هو مديهولي. تاني حاجه قال لك انك تحطها بكميات قليله جدا. ليه؟ انا لما بصمم الخرسانه بطلع حجم الكميات، صح؟ محتاج قد ايه اسمنت، محتاج قد ايه ركام، محتاج قد ايه ميه. فلو حطيت الاضافات دي بنسبه كبيره هتبوظ لي الايه؟ عمليه التصميم او نسب مكونات الخلطه اللي انا عملتها دي. انما لما احطها حاجه صغيره قوي مش هتبان في وسط الايه؟ في وسط الكميات دي كلها. يبقى بحطها بنسب ايه؟ صغيره. تالت حاجه ان هنا بحطها عشان تحسن لي خواص في الخرسانه. انا مثلا عاوز احسن المقاومه، مش مقابل ان انا احسن المقاومه ابوظ خواص تانية انا محتاجها برضو في الخرسانه. ومش مش عشان احسن خواص الخرسانه اثر على حديد التسليح لو في حديد تسليح موجود في الايه؟ في الخرسانه. يبقى ما يكونش ليه تاثير سلبي على خواص تانية للخرسانه، او تاثير سلبي على الايه؟ على حديد التسليح جوه الخرسانه. التكلفه بتاعت الاضافه دي، في اضافات رخيصه وفي اضافات غاليه. الاضافات دي انا بحطها عشان احقق فايده معينه. الفايده دي هل فعلا تستاهل التكلفه الزياده اللي انا هدفعها في الخرسانه دي؟ في الاضافه دي مثلا ممكن في اضافه بتزود لي التشغيليه بتاعت الخرسانه، بتقلل لي مجهود العامل وهو بيساوي السطح بتاع الخرسانه لما بتقلل لي مجهود العامل وهو ايه؟ بيفرد بيدمج الخرسانه عشان ايه؟ عشان يضغطها ما يبقاش فيها فراغات. يبقى المجهود ده انا محتاج عدد عمال اقل، صح؟ يبقى انا وفرت فلوس في المشروع الكلي ولا لا؟ محتاج كمان ايه؟ محتاج معدات اقل. انا ممكن ما احتاجش آلة الدمك دي الميكانيكيه اللي هتهز لي الخرسانه عشان ايه؟ عشان تدمجها. ممكن تقلل لي المحتوى بتاع المواد نفسه، انا ممكن اقلل كميه الاسمنت اللي هستخدمها في الخرسانه. الاسمنت ده بفلوس برضه. ممكن اقلل كميه الميه، مثلا لو قاعد في صحراء والميه بتجيلك من مكان بعيد وبتكلفك كتير قوي الميه عشان تنقلها. يبقى تكلفه الحاجات دي هل هي فعلا كبيره بالنسبه لتكلفه الاضافات، والاضافات هتوفر لي في المشروع؟ ممكن. ان هي ما تاثرش كمان على ديمومه الخرسانه. يعني المنشآت الخرسانيه بتاعتنا عاده العمر الافتراضي بتاعها 100 سنه. انا عاوز ما اثرش على العمر بتاع الخرسانه دي بان انا احط اضافات تسهل لي دلوقتي المجهود ومش عارف ايه، وبعد كده ايه؟ عمر المنشأ ده يقل. لا، انا عاوز عمر المنشأ ايه؟ احافظ عليه او ازوده كمان، مبقاش ليها تاثير سلبي على ديمومه الخرسانه او الديورابيلتي بتاعه الخرسانه.
ايه الخواص اللي انا بحسنها دي؟ اتفقنا ان انا بضيفها عشان احسن خواص للخرسانه الطازجه اللي هي ما تصلدتش. ايه الخواص دي؟ الخلط، النقل، الدمج، تسويه السطح، المعالجه بعد كده ان انا اضيف ميه بعد ما الخرسانه تنشف. عشان ايه؟ عشان اقلل درجه حرارتها واقلل الشروخ بتاعت اللي هتحصل فيها. يبقى الخرسانه بتاعتي وهي طازجه عليها عمليات. جوده تنفيذ عن صناعه الخرسانه دي بتتاثر بالايه؟ بالاضافات اللي انا هضيفها. الخرسانه بعد ما تتصلد ليها خواص برضه، زي المقاومه، مقاومه الشد، مقاومه الضغط، مقاومه الانحناء، زي الدورابيلتي قلنا الديمومه بتاعه المنشا. يبقى في خواص للايه؟ للخرسانه المتصلده برضه انا محتاجها حسب المواصفات بتاعتك بتاعت كل ايه؟ بتاعت كل مشروع.